صرنا فترة أنا وجوزي عم نتخانق وعم يفوت ضارب بوس ووصلان بوز ومن هون لعند الجيران ولا عاجبه العجب ولا صيام برجاب. وكل ما أسأله شو بك يا ابن الحلال ما بيرد علي. وإذا حكى فبيقول لي ما خصك وما دخلك فيني، أنا ما بحبك وماني طايقك وأخذك أساسا كرمال الميمة ومخليكي عندي كرمال الأولاد. مرحبا، أنا شامية معالجة نفسية كتير بسمع هاي جملة من النسوان، لهيك عملت هذا الفيديو لأمشي معك خطوة بخطوة لتقدري تتخطي هاي المشكلة. وهلأ شنكيلي أدانك وفهميني كتير منيح. أي علاقة بتمر بمطبات وهذا الشي كتير طبيعي. مهم انك انتي تعرفي تخلصي من الستريس اللي هو التوتر والضغط. انتي مضغوطة من الولاد والبيت وهو مضغوط من شغله، بالتالي اذا ضليتي انتي بالحالة الجنونة اللي انتي فيها ما رح تقدري تتقدمي ولا خطوة، انما يا رح تضلي مكانك يا رح ترجعي لورا. لهيك الوصول للسلام النفسي والهدوء هو الحل. والخطوة الأولى هي إنك تحطي له أعذار، يعني كل ما حكى كلمة تقولي لحالك بجوز يكون مو بقصده، يمكن حكاها عن لحظة غضب أو هو مضغوط من الشغل وبده يفش خلقه، والكلمة على الأكيد ما كمشت فيني. لهيك هونية بتهون. هاي الخطوة بتهمك إلك انتي أكتر منه، بتفيدك نفسيا لحتى ترتاحي. بالتالي انتي ما بتكوني عم تصبي زيت فوق النار وبتهدي حالك لحالك. كتير مهم تعرفي انه انت كمرة بتدور الفكرة براسك 3 دورات، فبالتالي بتكبر الخستة، فكرمال ما تكبريها تكوني هيك انت عم تهونيها على حالك. والخطوة الثانية يلي هي التجاهل، انك انت تتجاهلي شخصيا، مو تتجاهلي شغل البيت. يعني قومي بشغلك واطبخي وامسحي وكنسي واكوي واعملي كل شي. اما الشغلة الوحيدة الفرق يلي هي انك تكوني رسمية كتير معه، يعني تضلي دائما معه على الطويل الطويل، والكلمة اللي كتير كتير ضرورية تحكيها. والخطوة الأخيرة اللي رح أحكي فيها بهذا الفيديو كرمال ما أطول عليكم يلي هي بس يناموا الكل وتفضي بدي منك تعملي كاسة زهورات وتقعدي هيك تكلخيها صفنة وتتخيلي. تخيلي انه عنا حنفية وهي الحنفية عم تشر وفي تحتها قنينة، لا الحنفية فينا نطفيها ولا القنينة فينا لا نشيلها ولا نسكرها. هي الحنفية بتكون هي ضغوطات الحياة، والقنينة هي حياتك انتي. بالتالي شو بدك تعملي لحتى تخففي عن حالك ضغط؟ تماما، المفروض انك تعملي ثقوب بهي القنينة. شو هي الثقوب؟ اللي بدي اياه منك بتجيبي ورقة وقلم وبتعدي بتفكري كتير منيح انتي شو بتحبي، رح تختاري بين 3 ل5 اشياء انتي كتير بتحبي تعمليهم، ولما بتعمليهم بتحسي حالك كتير مرتاحة. مثلا في عالم بتحب تطلع من البيت تغير جو. هلا هون في كتير نسوان بتقلي انا بحب اطلع بس ما بحب اخذ معي ولادي، يعني لغير جو مفروض كون انا مرتاحة. هلا بدك انت تطلعي حسب شخصيته. في رجال بتتقبل انه صح مضغوطة من الشغل بس هي بتحب انه تنتبه على اولادها، وفي رجال ما بتحب. هلا نحن هون عم نحل مشكلة فما بدنا نجي نحن نزودها. فيك تشوفي اذا هو كان ممكن مثلا بيوم عطلته اني انا حابة اطلع هيك فنجان قهوة عند جارتي مع رفيقتي بمكان ما هو تكوني عند وعدك. فرضا قلتي له 1 ساعة ونص، فما في داعي تقولي له 1 ساعة ونص وانتي بدك 3 4 ساعات. بدك تحسبي طبعا طريق وبدك تحسبي عجقة وبعدين تقولي له قد ايه الوقت، وبدك تخبريه كمان انه انا في عندي طريق وفي عندي عجقة، لهيك كوني واضحة معه لما بتحاكيه بهذا الموضوع. وفي رجال ما بتتقبل، يعني انا مضغوط بنهار كل بالشغل وروحة وجاية واغراض وانتي جاي تقولي لي بدي اتركهم واروح. فهون كرمال ما تعملي مشكلة حاولي تأجلي الموضوع لبعدين. فيك تنقي كتير شغلات تانية، مثلا انك تقري رواية، انك تسمعي موسيقى، انك تطلعي لو مع اولادك على مكان هيك حديقة مثلا يلعبوا وانتي تعدي ترتاحي. المهم انك تنقي 5 اشياء وتضيف فيهم لروتينك اليومي. وعلى سيرة الروتين اليومي، في نساء قابلتهم بجلساتي النفسية يعني مشكلتهم الكبرى هي شغل البيت. من كتر ما بيضغطوا حالهم حرفيا كل شغل البيت بيوم واحد بتخلص طاقتهم، ما بيبقى لهم وقت لاولادهم. بدها تعزل المطبخ وتساوي الخزن وتطبخ وتشطف وتمسح وتعزم مدري مين على الغدا. ليه حبيبتي؟ انتي آلة كهربائية ولا تكوني فكرة حالك سوبرمان ومالي دريانة؟ ما بدها هالقد.
واكتر حدا بترفض فكرة التنظيم هي كتير تعبانة وكتير حياتها غلط ورح تندم لبعدين. ولد بكرة بس يكبر ما رح يتذكر ماما كم طبخة عملت لي باليوم، وما رح يتذكر قد ايه كانت غزانته مرتبة، رح يتذكر انه هو وقف بكتير مواقف انت ما وقفتي معه. لما انت تكون خالصة طاقتك ويجي هو بده يحكي معك، مثلا ماما تقولي له ايه حالي عني ماني طايقة حالي، ليه؟ من كتر ما تكوني خلصتي. وين وقتهم طيب؟ ليه ما عم تعطيهم من طاقتك؟ ما حقهم. امتى قعدتي حكيتي معهم؟ لا، واللي بتقلك انه انا ضالة معه كرمال الاولاد، بتجي هي نفسها بتسأليها امتى اخر مرة قعدتي حكيتي مع اولادك؟ بتقلك ايه ما الي خلقهم، خير ان شاء الله تكوني ختيارك ركمة، يعني ليه؟ ما اللي عمره 60 و70 سنة بيلعبوا مع احفادهم، ليه حتى ما يكون الي خلقهم؟ فعلى فكرة يعني تنظيمك لشغل بيتك هو قوة لإلك، لأنه بكرة إذا مرضتي ما حدا رح يوقف معك، من باللي كتير بيطلعوا عليكي أسبوع بعدين الكل رح يمل منك. فاليوم سندك بعد رب العالمين هو بس عمودك الفقري، وقديه الوقت اللي عم تعطيه لأولادك، لأنه هن أرض انت عم تزرعيها لبكرة تحصدي فيها. بس أي أب أي أخ حتى الرجل ما رح يكون بكرة، بس كبرتي وختيارتي هن اللي حيقيموكي. بس اذا انت اليوم ما وقفتي معهم، اوكي لما بيعمل غلط كتير صغير بتقومي بتفزي ليه، بتجني جنون الكبرى. بس لما بيعمل شغلة كتير حلوة، مثلا بينجح بالمدرسة بعلامات حلوة، ايه برافو، تمام. هي نفس الأم اللي بيكون قبل شوي كاسر كاسة وآكل قتلة ونازلة فيه بهذا ل3 4 ساعات مو ساكتة، صارخته جريدة طويلة عريضة. ليه؟ احنا شاطرين بس نخانق ونبهدل، بس ابدا ما بنعرف لا نعبر عن حبنا لأولادنا ولا حتى بنعرف نحب حالنا. ما بدي اطول عليكم اكتر من هيك بموضوع الأولاد، على الاكيد رح نحكي بفيديو تاني. اللي بتحب تتواصل معي كرمال تعمل متابعة نفسية بجلسات، هذا الشي كتير بيسعدني. انطروني بفيديو تاني، كنت معكم انا شامية، ضلوا بخير، سلام.